فيلم هارلي، محمد رمضان، احمد داش، محمود حميده، مي عمر، تاليف او مشاركه في تاليف محمد سامي واخراج محمد سمير. فيلم هارلي واخدين بالكم جاي بعد جعفر العمده. الناس كلها قالوا يا جدعان ده زمان النجم كان يقول لك ايه، لا ما تنزليش الفيلم بتاعي بعد ايه مسلسلي في رمضان، عشان كده الناس هتبقى ما يعني خلاص شبعت مني فكده هتحرقني. لا الحقيقه ان محمد رمضان خالف التوقعات وراح قايل ومجازف ومراهن وقال لك لا انا هنزله فيلم عيد صغير. الحقيقه الحمد لله ان هو ما نزلش فيلم عيد كبير، لان اعتقد ان هو كان هيطحن وما كانش هيبقى ثقه في الله نمبر 1. الحقيقه ان هو حقق الايرادات اللي نقدر نقول ان هي خليته نمبر 1 يعني، بس هل 32 مليون او 34 او 35 مليون في ظل ارتفاع الاسعار وفي ظل قيمه التذكره هل دي ايرادات قويه؟ لا الحقيقه الايرادات دي ما جاتش اصلا، ما تعتبرش ذات قيمه، وبالذات ان كان عندنا فيلم يوم 13 اللي هو دينا الشربيني واحمد داوود حقق ايرادات 22 مليون، يعني الجاب اللي بينهم مش كبيره بقيمه محمد رمضان او اللي هو عايز يقول ان انا نمبر 1 في السينما. لكن هنخش على الفيلم نفسه. طبعا الحمد لله ان هو عارفين جعفر العمده كان طالع ابو احمد داش، هنا طالع اخوه الحمد لله. والحقيقه ان الفيلم توليفه من عدد من الافلام، يعني عندنا ممكن تضرب فيلم الامبراطور على فيلم قلب الاسد شخصيا بتاع محمد رمضان على فيلم ترانسبورتر اللي هو الفيلم الاجنبي على عدد من الافلام، في الاخر هيطلع لك فيلم هارلي. الحمد لله الحمد لله. طبعا احنا عارفين الف ب يا جماعه سينما او الف ب دراما شيقه ان انت تعمل تويست وبعد كده تدور على الاحداث، والحقيقه ان هو هنا اللي حصل ده بالظبط، ان عندنا البطل بتاعنا اللي هو مهندس ميكانيكا اللي هو ما استفدناش بالمعلومه ورميناها في الزباله، بس ما علينا. تاني حاجه ان هو بيعمل ميشنز لمحمود حميده يعني زعيم العصابه بيكلفوا بيها ان هو يروح يسرق له حاجه، يروح يقتل له حد، يروح يعني بلطجي حرامي تقدر تسميه اي حاجه. فالمهم هذا البلطجي او هذا الحرامي بيروح يعمل ميشن ويجي ما بنشوفش الميشن، يعني مبدئيا كده نفينا فكره فيلم اكشن بجد. لا احنا هو اكشن، احنا كده هو مش لابس حلق وعامل بوني تيل يبقى هو اكيد فيلم اكشن، برغم عدم المنطقيه ان مهندس ميكانيكا يبقى ده اللوك بتاعه اللي هو ما استفادش بيه في الاول برضه مش مشكله. لكن المهم ان توليف الفيلم الامبراطور تقريبا هي الاخ المدمن المخدرات اللي اخوه بيحاول يخليه يبطل مخدرات، لكن هو ما بيبطلش مخدرات عشان هو بيشرب مخدرات، فبعد كده بيحب واحده بتحب او بتشرب مخدرات فبيحاول ان هو يبطلها المخدرات. المهم في الاخر نوصل للتويست، لان كل اللي احنا بنحكي فيه ده مجرد حشو. مهم زي ما قلنا ايه التويست عندنا في الفيلم كان صدمه عارمه، ان محمود حميده زعيم العصابه طلع ابوها لا جوز امها، وفي الاخر راح خاطفها عشان يضغط على محمد رمضان ينفذ له العمليه الاخيره، وراح خاطف ابو محمد رمضان وجوز ام محمد رمضان عشان محمد رمضان يحررها. والحمد لله الفيلم خلص، ونشوفكم باذن الله في فيلم جديد لمحمد رمضان.